إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه، ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد. إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود السهامي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيان. مستمعي الكرام، أسعد الله ليلكم بكل خير. أبدأ وإياكم ببسم الله الهادي الودود، ونثني جميعا بالصلاة والحب والسلام على من أنزل عليه القرآن حبيب الرحمن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي وضيفكم الكريم في هذه الليلة فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف المصرية. فضيلة الشيخ إسماعيل، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل هذا الاستعراض لبعض من الخصائص النبوية، تلك الخصائص التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبيه الكريم وأمته. نقف اليوم مع الخصائص في الصلاة، والصلاة هي بها العديد من الخصائص التي اختصت بها صلاة الأمة الإسلامية عن باقي الأمم وباقي الأديان. فضيلة الشيخ إسماعيل، أولا نقف مع الخاصية الأولى وهي صلاة العشاء، وهذا الحديث لسيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الصلاة قد فضلتم بها على سائر الأمم. صلاة العشاء، كيف أننا الأمة الوحيدة أو أول الأمم التي تصلي في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، خص الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما لم يكن للعالمين جميعا، وبما لم يكن لأنبياء الله ورسل الله جميعا، وجمع الله تبارك وتعالى الخير خاطبة فوهبه وأهداه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصه به. وإذا ما أحدث من الله التكريم لحبيبه صلى الله عليه وسلم فتلك والله كرامة لأمته، فكرامة المرسل إليهم من كرامة الرسول الذي أرسل فيهم، كرامة هذه الأمة من كرامة الحبيب صلى الله عليه وسلم، واختصاصية الله لرسوله ترجع وتفيء إلى هذه الأمة فتصبح أمة الاصطفائية والاختصاصية والابتدائية من الله تبارك وتعالى إكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي نحن نصدر بها رواية سيدنا معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن مدى فضل الله واختصاص الله لحبيبه واختصاصية الأمة بالتبعية لفضل الله على رسوله. اعتموا بهذه الصلاة يعني صلوها في العتمة بعد دخول
الليل أو بعد دخول ساعة من الليل، وهو وقت صلاة العشاء الذي حدد. فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تأتيه عن طريق الوحي، وإنما أصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بحضرته صلى الله عليه وسلم إلى مقام فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكان ما بينهما سر ليس بواحا لكل الخلق، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يذيع هذا السر لعظيم شأنه، لكن مظهر العطاء كان في الصلاة يتوصل العبد بها إلى ربه ويرقى مراقي الكمال بمعية رسول الله حينما يحضر في آخر الصلاة في التشهد الخطابة والمناجاة التي دارت بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين رب العزة جل جلاله. نعم. يعني نستطيع القول يا فضيلة الشيخ إسماعيل أنه هذا الفرض من ضمن فروض الإسلام هو الفرض الوحيد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى النبي الكريم. نعم كذلك. نعم. هل نستطيع القول أيضا أن نقول أن هذا الفرض وهذه الطاعة وهي الصلاة هي فرضت في أقدس مكان في ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وفي أقرب مكان إلى الحضرة الإلهية. نعم. هذا أيضا تشريف لهذا الفرض أو لهذه الطاعة الصلاة. بلا شك. يعني شأن الناس في الدنيا أنه إذا ذهب الإنسان أو دعي بمعنى أصح إلى زيارة كريم من الناس بعدما يكرمه ويتفضل عليه ويجتهد في إكرامه على قدر استطاعته، كان لزاما عليه أن يسحف زائره، أن يهدي له هدية. فمع الفارق في المثال ولله المثل الأعلى ولحبيبه صلى الله عليه وسلم الجمع كان بين حضرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهما والله أقدس الحضرات جميعا في الوجود كله، الله ورسوله. فماذا يكون بعد المناجاة وبعد التحيات وبعد المساررة أن يهب الغني الكريم إلى حضرة حبيبه وإلى أمته من بعده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى في هذا المقام الذي ينسى فيه الإنسان نفسه، لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحمة الله للعالمين. فإذا قال الله لحبيبه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لم يقم صلى الله عليه وسلم في مقام الأنا في هذا المقام، ولكنه سلم على نفسه بتسليم ربه، وسلم أيضا بتسليم الله على كل عبد صالح من إنسان أو جن أو ملك مقرب، الكل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتلك هدية الله الكريم إلى عبده الكريم صلى الله عليه وسلم، وورثت الأمة أمة الإسلام هذا الإكرام وهذا العطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. سبحان الذي أسراك ليلا وفي المعراج كان لك ارتقاء، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عليك صلاة ربي ما توالت دهور أو تلا صبحا مساء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى، ننتقل إلى خاصية أخرى في الصلاة، وهي اختصاص الله سبحانه وتعالى بالحبيب وبأمته بيوم الجمعة، أو كما يقول أحد العلماء غيب الله هذا اليوم يوم الجمعة لكي يكون للحبيب وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ نعم كذلك. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأشياء على بعض، ففضل بعض الأيام وبعض الكتب وبعض الأزمان وبعض الأمكنة. فكان أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وانظري إلى اسمه يوم الجمعة، يعني فيه الجمع. أراد الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأمة بالفرضية، أن يكتب عليهم الجمع، لابد لا تصح الصلاة، كل عمل إلا لأصحاب الأعذار حرام في ساعة الجمعة حينما ينادي المنادي الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة
اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأي بيع حرام وأي شراء حرام في ساعة الجمعة، وأي تلهية من أمور دي حتى ولو غير مباحة هي حرام في ساعة الجمعة. لماذا حرم الله ذلك؟ ليجمعهم في رحاب بيت من بيوته على ساعة مباركة وعلى جمع مبارك، ليعودهم سبحانه وتعالى على مخالطة الملائكة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يوم جمع. الملائكة تكتب من يدخل أولا ثم تجلس تستمع الذكر، فيلفت الله سبحانه وتعالى مخالطة بين الإنس من أهل الإيمان وبين إخواننا من الملائكة يجلسون فيستمعون الذكر والثناء على الله والتذكير بما أمر الله بما نهى الله سبحانه وتعالى، ليستهيئ الأمة ليوم الجمع وساعة الجمع على الحضرة العلية بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الاختصاص يقول سيدنا أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده مرآة، تلك المرآة هي مرآة الزمان، مرآة الأوقات جميعا، وفي يده مرآة بيضاء فيها نقطة سوداء علامة على التحديد وعلى ظهورها في الأوقات. قلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة، يعني ساعة الجمعة التي فضلها الله، يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا. يا ربنا بيعرضها عليك هدية وهبة طيبة مباركة في هذه الساعة من الله عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة. هذه الساعة أي ساعة الجمعة، ساعة الإجابة التي يتجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى، فيفتح أبواب السماء ويفتح أبواب رحمته، يجيب دعاء المضطرين ويقضي حاجات السائلين. هذا فضله وتلك رحمته سبحانه وتعالى. أيضا في حديث آخر عن سيدنا حذيفة أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أضلهم يعني ألهاهم وأشغلهم عنها وأنساهم إياها ألا يتشبثوا بها فيسبقون رسول الله وأمته حاكم، لكن الله يريد سبحانه وتعالى أن يذكرها لحبيبه صلى الله عليه وسلم خصوصية ولأمته كذلك من بعده إلى يوم القيامة. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، أخرجنا سبحانه وتعالى من عوالم الأرحام من عوالم الدنيا، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، لأن أول الأيام الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم بين الخلائق. فتلك الهبة من خصائص فضل الله ورحمات الله وعطاء الله لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالتبعية لأمته إلى يوم القيامة. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم أن تصلي وتسلم وتبارك على نبيك الأكرم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى، ما زلنا في خصائص الصلاة، تلك الخصائص التي احتفظ الله بها سبحانه وتعالى لحبيبه ومصطفى سيدنا مولانا محمد ولأمته من بعده. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما معناه ما حسدتنا اليهود على شيء أكثر مما حسدتنا على السلام، إعطاء السلام، وعلى التأمين في الصلاة. قد يتخيل البعض أن هذه أشياء بسيطة وربما هناك عطاءات أكبر. فما هذا الخير وهذه البركة الكبيرة التي أوضاها الله سبحانه وتعالى في السلام وفي التأمين في الصلاة؟ روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. اليهود كانوا يعرفون كل شيء ويقرؤون في كتبهم عن البشارة برسول الله وعن صفته وعن نعته وعن شرائعه وعن كذا وكذا تفصيلات الأمر، لأن الكتب السابقة بشرت برسول الله على التفصيل وليس على الإجمال. ولذلك حتى لما قرأ في الألواح سيدنا موسى الكليم كلما قرأ فضلا أمة يحمدون ويشكرون
فيقرأ في الألواح يقول يا رب اجعلها أمتي. نعم. قال يا موسى إنها أمة أحمد. كلما قرأ فضلا في الألواح وهي صحائف التوراة قال يا رب اجعلها أمتي، يقول الله سبحانه وتعالى إنها أمة أحمد. في نهاية المطاف يقول سيدنا موسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام يا رب اجعلني من أمة أحمد. لما قرأ ولما رأى من فضل هذه الأمة. نعم. وفي رواية ذكرت في الحديث عند الإمام أحمد أو غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سيدنا عيسى أمة حمادون شكارون ولا علم ولا حلم. قال يا ربي سيدنا المسيح عليه السلام يا ربي كيف يكون لهم ذلك ولا علم ولا حلم؟ قال يا عيسى أعطيهم من علمي وحلمي. يعطيهم الله سبحانه وتعالى من حلمه وعلمه إكراما لمن؟ إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما للإمام صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم الذي قام بحق العبودية لله وعبد الله حق العبادة وارتضاه الله لنفسه وقرب إليه واصطفاه واتباه سبحانه وتعالى، فإكراما لوجه رسول الله مع نقائصنا ومع تقصيرنا ومع ذلاتنا ومع هفواتنا ومع كثرة المعاصي التي تقع منا، لكن مع ذلك الله يعطي ويكرم ويتفضل وينعم إكراما لمن؟ إكراما للإمام صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك على حضرتك يا سيدي يا رسول الله. لك فضيلة الشيخ إسماعيل، يعني السلام هنا هي بتعتبر التحية عندما يلتقي مسلم وأخيه، فهذه التحية. فهل الأقوام السابقة لم تكن بينهم تحية؟ يعني كيف كانت التحية في اليهودية أو في النصرانية قبل ذلك؟ والله يعني الأمم السابقة قد جبلت على المخالفة، يعني هم تعودوا على مسألة المخالفة بالتشريعات. يقال لهم يوم الجمعة يختارون السبت، يقال لهم يوم الجمعة يختارون يوم الأحد، كما قال الله في كتابه قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا كل حاجة لكن مش هنعمل. يعني إذا لم تكن لهم تحية بينهم؟ لا كانت بينهم يعني تحية، كان شرع لهم السلام لكنهم اختاروا أشياء أخرى، عندهم صباحا وعندهم مساء وكذا وكذا، وكان الواحد منهم يعني يشير اليهودي يشير بإصبعه للتحية، يعني حتى المسلمين قد يرفع يده بكاملها لكن بكامل، لكن سبحان الله اليهود كان لا يشير إلا بإصبع واحد. هي المخالفة قد تعودوا عليها وجبلوا عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا كانت التحية وردت في الإسلام وجعلها الله للمسلمين تحية وفريضة، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشرها. قال السلام اسم من أسماء الله فانشروه بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحرمتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأفشوا السلام بكل المعاني، السلام قولا والسلام فعلا والسلام خلقا والسلام تصرفا والسلام في كل السلوك وفي كل الأحوال. لكن هنا ما قصد به في التخصيص أن الله سبحانه وتعالى جعل السلام من خصائص الصلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، أنهم يسلمون في نهاية الصلاة. لماذا؟ لأن التكبير في بداية الصلاة تكبيرة الإحرام تفصل الإنسان الواقف بين يدي ربه الماثل في حضرة الله عز وجل، تفصله عن الدنيا وعن كل شيء دون الله تبارك وتعالى، فتحرم عليه اسمها تكبيرة الإحرام، تحرم عليه الدخول في أمر الدنيا حتى ولو في البال ولو في الخاطر وكذا وكذا، وتحله في معية الله سبحانه وتعالى. فيحرم عليه حتى الخواطر بعد ذلك ما يبني عن الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وأن ينهيها الإنسان المسلم بالتسليم، يسلم على ملائكة الرحمن الذين عن يمينه وعن شماله، فيحييهم إنباء وإخبارا بأنه قد أنهى صلاته. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كانوا يخرجون من صلاتهم كأن شيء لم يكن. فيريد الله سبحانه أن يجعل الصلاة لحظات القرب الله تعالى بالضبط كده. فيدخل الحضرة بإذن بالتكبير يا رب أسألك نرسل عليه الله أكبر، وينصرف بإذن السلام عليكم ورحمة الله. يعني هو ربنا عارف سبحانه وتعالى، لكن إخبار للملائكة الذين يسجلون أنه قد أنهى صلاته، لتكون الصلاة بين قوسين من النور، البداية بتكبيرة الإحرام والانتهاء من الصلاة بالسلام إن شاء الله تعالى. مسألة التأمين الختام أن يقول العبد آمين. آمين يعني يا رب تحية. آمين التي يقولها المصلون خلف الإمام. نعم عقب الفاتحة لما ندعو بالدعاء بنقول آمين، يعني والتأمين أيضا على الدعاء. والتأمين على الدعاء يعني اللهم تقبل. والإنسان إذا أمن على الدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة في خارج الصلاة في دعاء أو غيره هو يشارك الداعي. ولذلك لما دعا سيدنا موسى على قومه قال الله سبحانه وتعالى له قال قد أجيبت دعوتكما. طيب هو الداعي سيدنا موسى لوحده؟ لا، قال العلماء لأن سيدنا موسى كان يؤمن على الدعاء، فالمؤمن على الدعاء شريك للداعي، يقسم معه الفضل يقسم معه النور
والله غني كريم سبحانه وتعالى. يعني كلمة آمين هذه مما خص الله به رسوله وتخصيص لأمته صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع، يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. الشيخ إسماعيل عيسى نجيء إلى خاصية أخرى، وهي يعني الخاصية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم حتى يرضيه، وهو كان يعلم مدى شوقه ومدى رغبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، ذلك المكان الذي كان أحب ما ينظر إليه استقبال الكعبة، وخصت الأمة الإسلامية باستقبال الكعبة في الصلاة. هذا يجعلني أسألك، هل كانت الأمم السابقة وخاصة اليهودية والنصارى هل كانت لهم قبلة يصلون إليها أم يصلون من دون اتجاه إلى شيء محدد؟ نعم كذلك. اليهود أمره الله سبحانه وتعالى على لسان النبي سيدنا موسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت سيدنا موسى وسيدنا هارون في مصر، وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، يعني سورة يونس. نعم. يعني كانت قبلة اليهود تجاه بيت سيدنا هارون وسيدنا موسى في مصر. نعم، وكان بعضهم يتركون هذا القبلة ويتوجهون فيما بعد ذلك لتحريفهم من أديانهم، كانوا يتجهون إلى نجم داود التي نراها الآن. نعم. نجم داود السداسية. ثم بعد ذلك لما جاءت النصرانية كان يتوجه أهلها إلى بيت المقدس. نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى البداية أن الله جعل هذا البيت إن أول بيت وضع للناس الذي ذكر للناس لجميع الناس ومنهم سيدنا آدم. نعم. لكن الله تبارك وتعالى جمع توجه الأنبياء أولا في صلاتهم إلى بيت المقدس لتنزل النبوات في بني إسرائيل وكذا، والرسالات هنالك في بيت المقدس ستكون الوجهة إلى محل التنزل. ثم أراد الله أن يجعل خصوصية هذه الأمة إكراما لوجه رسول الله وترضية لحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الحق جل جلاله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وانظري إلى أدب الحضرة النبوية، هو يعلم أن الله سيحوله إلى الكعبة، لكن جعلها الله اختبارا وامتحانا لهم أهل الإيمان لأتباع الحبيب وللمنافقين ولغيرهم من اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. القصة أنا متوجه بأمر الله أو بهواه؟ لا، أنا متوجه بأمر الله، يبقى أسمع وأطيع لربي رب العرش العظيم. أراد الله أن يدخر هذا الأمر ليكون أول توجه إلى أول بيت للناس بسببية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يتوجه إلى بيت المقدس وحنينه الدائم إلى الكعبة، لكن لا يقدم بين يدي ربه حتى نتعلم الأدب. حينما يجلس الإنسان ويكون في ذمة الله وفي ذمة رسول الله، ولذلك الله قال: لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فرسول الله يعلمنا ألا نسبق الله بحكم، وانتظر الأمر الإلهي فجاء ترضية لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوجه إلى الكعبة توجه الأجساد والوجوه، وتوجه القلوب إلى عرش الله العظيم، وتوجه الأرواح والأسرار إلى حضرة علام الغيوب جل جلاله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك المختار، خيرة الأخيار، محراب الأبرار، وقبلة الأنظار، عبدك المختار، خيرة الأخيار، محراب الأبرار، وقبلة الأنظار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى، ما زلنا في الخصائص التي تتمتع بها أمة الحبيب في الصلاة، وربما أيضا هذه خاصية لا يعلمها الكثيرون، وهي أننا صفوفنا في الصلاة هي في تمام الأمر كصفوف الملائكة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. كيف اختصنا الله بهذه الخاصية، وهي أيضا يعني شكل ومظهر لا يقوم به إلا الأمة الإسلامية فقط؟ يريد الكريم سبحانه وتعالى أن يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبعية الفضل الكريم من الله ما بين الملأين، ما بين الملأ الأعلى وبين الملأ الأدنى. فأهل الملأ الأعلى أهل الملكوت يصفون صفوفهم، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤخرهم لعوالم الملكوت للجنة ولهيئة أهل الملأ الأعلى في الدنيا قبل الآخرة. الله يريد أن يقفوا أمام حضرته بالنظام، لأنه خلق كل شيء بنظام. وأهل الملأ الأعلى كما قال الله على لسانه في سورة الصفات: وإنا لنحن الصافون، يعني وقفون صفوفا، وإنا لنحن المسبحون. فيريد الله سبحانه وتعالى لهذه الهيئة يورثها لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سيدنا حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فضل الله سبحانه وتعالى الأرض كلها مسجد، يعني أصحاب الديانات السابقة لا تصلح لهم الصلاة إلا المعابد، إلا في أماكن الصلوات، أماكن التدين. كذلك إذا لم يتيسر الماء فرض الله علينا شرط لصحة الصلاة أن يقوم المسلم فيتوضأ، أمرنا الله تطهر. طيب لم يجد الماء أو تعذر وجد الماء وتعذر استعماله، في هذه الحال الله سبحانه وتعالى يبيح لنا أن نتطهر بالتراب، أن نضرب الضربتين ونقوم بمسألة التيمم. وكذلك وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هكذا يصف الملائكة صفوفهم عند ربهم سبحانه وتعالى في السماوات العلى. وأراد الله الخير لهذه الأمة فخص نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته أن تصف صفوفها مستقيمة بين يدي الله، لأنه إذا استقامت الصفوف وترتبت على الوضع الذي يحبه الله كما أهل الملأ الأعلى استقامت القلوب إلى بارئها جل جلاله. فضيلة الشيخ إسماعيل أيضا اختص لأمة الحبيب أن تصلي في النعال، هل كان هذا محرما على الأمم السابقة؟ يقول سيدنا شداد بن أوس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في شفافهم. فهم كانوا لا يصلون في نعالهم أي اليهود، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم الهيئة لترى المسلمين، وخصوصا أنه لم يكن في السابق يعني تلك الفرش والبسط والسجاد والمكت وكذا. لكن في هذه الحال احنا النظام تغير وده تغير، ما ينفعش حد دلوقتي يقول لنا ندخل يصلي بالحذاء على السجاد، انه كده بيعمل سنه. هي كانت خصوصيه من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي المسلمون في نعالهم ما دامت طاهره، يعني النعل لا يحمل نجاسه. فهذه ولكن هذه الخصوصيه ربما ظهرت خاصة في أوقات الحروب وفي أوقات المسلمين وفي أوقات المطر. الله يفتح عليك. تمام شكر الله لك. فهذه الأوقات كانت أوقات شدة، يعني ربنا يخفف عنهم بالصلاة ويأمرهم أن يصلوا حتى على الرحال، يصلوا على الدواب في حل صلاة الخوف وهم في الحرب وكذا وكذا. فذلك من تقييد الله سبحانه وتعالى إكراما لوجه رسول الله، لأن أوقاتهم كانت ممنوعة بالجهاد في سبيل الله. أخيرا فضيلة الشيخ إسماعيل بنصل إلى الخاصية الأخيرة معنا في هذه الحلقة، خصائص النبوية في الصلاة، وهي تحريم الكلام في الصلاة وإباحته في الصوم. هل كانت الأمم السابقة يمنع عنها الكلام أو تصوم عن الكلام كما تصوم عن الماء والطعام؟ كانت الأمم السابقة تصوم عن الكلام كما تصوم عن الطعام والشراب. قال الله سبحانه وتعالى على لسان السيدة مريم عليه السلام أم المسيح: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كانت صائمة عن الكلام، فدنوع من أنواع الصيام عندهم، لكن خص الله وأراد الله أن يجعل لهذه الأمة مزية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل من مزيته سبحانه وتعالى أنه يجوز لها الكلام في الصيام، لكن ليس كل الكلام، أن تتكلم بخير. لذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول:
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك عن سيدنا زيد بن أرقم قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني ايه قوموا لله قانتين؟ يعني توجهوا إلى الله بالكلية، لا أحد يلتفت، لا أحد يتكلم، لا أحد يخرج عن حيز الصلاة، لا أحد يوجه وجهه بعيدا عن القبلة فتبطل صلاته. فقوموا لله قانتين يعني خاشعين مخبتين مقبلين على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا للتخصيص بتخصيص رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضي عنا حبيبه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. إذا بهذا الحديث عن الخصائص النبوية في الصلاة والتي أيضا فضلت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بتتأكد هذه العقيدة المحمدية، وأنه لولا هذا النبي الكريم لما تم تخصيص كل هذه الفضائل وكل هذه المنح وكل هذه العطايا الجسام من رب العالمين إلى أمة حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شكري الجزيل لضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا. شكر الله لك. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا